طلاب الصف السابع، راح نبلش اليوم بالدرس الثاني من الوحدة الأولى، الأعداد والعمليات. اسم الدرس الأعداد الصحيحة. أول شيء، شو هو مفهوم الأعداد الصحيحة؟ بتتذكروا الدرس الماضي أخذنا عن الأعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية هي كل الأعداد الموجبة اللي هي أكبر من الصفر، واللي بتشمل أعداد من الصفر لا نهاية، يعني 1 2 3، الأعداد اللي كنا بنستخدمها نحن بعد أي شيء معنى. أما اليوم راح نتعرف على شيء جديد اسمه أعداد سالبة. مجموع الأعداد السالبة مع الأعداد الموجبة بيكون الأعداد الصحيحة واللي رمزها زد. شو هي الأعداد السالبة؟ ليش نحن بنستخدمها أساسا بالحياة؟ وين؟ الأعداد السالبة هي الأعداد اللي بتعبر عن مثلا أنا خسرت، مثلا كان معي 500 ليرة ضيعتها، أنا معناتها خسرانة 500 ليرة، فأنا بقول كان معي 500 ليرة، يعني ناقص 500، معناتها هي الأعداد هي أصغر من الصفر. مثلا أنا عندي عندي غواصة مثلا تحت البحر، عم أقول هيدي الغواصة عمقها مثلا مثلا 200 متر مثلا تحت البحر، 200 متر، بقول ناقص 200، يعني هي تحت سطح البحر، يعني نحن بناخد فرضا سطح البحر صفر، فهي ناقص 200. وهيك نحن عندنا استخدامات كتير للأعداد السالبة. هلا إذا اجينا على مستقيم الأعداد، مستقيم الأعداد هذا اللي بنعرفه نفسه، راح هون يكون مبدأ الإحداثيات تبعه اللي هو صفر، راح يكون بالنص، ما راح يكون مثل هونيك مثل الدرس اللي قبله بداية المستقيم، هون راح يكون بنص المستقيم. نفس الشيء الاتجاه المستقيم راح يكون دوما نحو اليمين. هلأ من الصفر واليمين هيدي كانت الأعداد الطبيعية n، اللي هي 1 2 3، وطبعا هون نفس الأعداد الطبيعية n 1 2 3 حط قدامها إشارة زائد منشان ميزها عن الأعداد السالبة. معناتها الأعداد الطبيعية n هي الأعداد الصحيحة الموجبة. أما الأعداد اللي تحت الصفر واللي هي أصغر من الصفر واللي بتعبر عن الخسارة مثلا، راح نسميها أعداد سالبة. أعداد سالبة راح تكون عندي ناقص 1، بعده ناقص 2، ناقص 3، إلى كمان إلى اللانهاية. معناتها المجموعة زد اللي بتشمل الأعداد الصحيحة، هي أعداد الصحيحة زد، هي مجموعة كبيرة بتشمل الأعداد الطبيعية اللي هي صحيحة موجبة. معناتها الأعداد الصحيحة الموجبة هي أعداد طبيعية نفسها، بالإضافة إلى الأعداد السالبة، معناتها بتشمل الأعداد الطبيعية واللي هي الصحيحة الموجبة بالإضافة إلى الأعداد السالبة. معناتها المجموعة الأعداد الصحيحة زد هي أكبر من مجموعة الأعداد الطبيعية n. رح نتعلم شوية خواص لنفهم أكثر شو هي مجموعة الأعداد الصحيحة. كل عدد موجب هو عدد أكبر من الصفر، يعني الصفر هو أصغر عدد موجب، الصفر هو أصغر عدد موجب، أي عدد موجب هو أكبر من الصفر. نفس الشيء كمان بالنسبة للأعداد السالبة، كل عدد سالب هو أصغر من الصفر، فالناقص 1 أصغر من الصفر، الناقص 2 أصغر من الصفر، الناقص 3، أي عدد سالب بمجرد أن يكون قدامه ناقص فهو أصغر من الصفر. معناته الصفر هو أكبر الأعداد السالبة وأصغر الأعداد الموجبة. هل يا ترى الصفر هو عدد سالب أو عدد موجب؟ الصفر لانه عدد سالب ولانه عدد موجب، هو بالنص بيفصل بين الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. الصفر هو أصغر من أي عدد موجب وأكبر من أي عدد سالب. تزداد قيمة الأعداد الصحيحة كيف؟ إذا انتقلنا من اليسار لليمين، يعني ناقص 3 أكبر من ناقص 2 ولا ناقص 2 أكبر من ناقص 3؟ لا، ناقص 2 أكبر من ناقص 3، لأنه بتزيد القيمة كل ما انتقلنا من اليسار لليمين. ناقص 2 أكبر من ناقص 3، ناقص 1 أكبر من ناقص 3، الواحد أكبر من الصفر، الثلاثة أكبر من الواحد.
هلأ رح ناخد هيدا المثال بركي بنفهمه أكتر. أخفض درجة حرارة مسجلة بين الإجابات هي 0 ولا 10 ولا الناقص 5. هاي درجة حرارة. أين وحدة أقل وحدة فيهم؟ الناقص 5. صح، الناقص 5 هي أقل واحدة بيناتهم. اللي بعده فاصلة النقطة M هي فاصلة النقطة M على مستقيم الأعداد. شايفين؟ هاي الصفر، هون زائد 1، هون ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3. مين معناته فاصلة الام؟ ناقص 2. صح. بعد النقطة G عن المبدأ هو، مين هو المبدأ؟ المبدأ هو الصفر. بعد G عن المبدأ ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3. بعد G عن المبدأ هو ناقص 3. لهون بنكون أخذنا فكرة عن الأعداد الصحيحة. الدرس الجاي إن شاء الله بدنا ناخد عن جمع الأعداد الصحيحة. بشوفكن بخير وإلى اللقاء.